بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستر أسامة يحييكم على برنامج ستيب باي ستيب لاستكمال قواعد اللغة الإنجليزية لتكملة كل القواعد حتى تكون كل اللغة الإنجليزية سهلة وميسرة عليكم إن شاء الله. قبل أن نبدأ في ضمائر المفعول به في اللغة الإنجليزية هننوه على الدرس السابق اللي احنا قلنا في ضمائر الاسم أو ضمائر الملكية اللي بتأتي قبل الاسم، وقلنا إنها بتبدأ بماي مع آي، نذكركم تاني، وبتبقى مع هي، تبقى بتكلم على الضمير الغائب هي، بيبقى هيز، مع شي بتبقى هير، مع إت بتبقى إتس، مع وي بتبقى أور، مع زي بتبقى زير، مع يو بتبقى يور. وقلنا إن ضمائر الملكية بتأتي قبل الاسم. هنا ضمائر الدرس الجديد أو الموضوع الجديد مرتبط بضمائر الملكية، ضمائر المفعول به في اللغة الإنجليزية. ضمائر المفعول به في اللغة الإنجليزية إن شاء الله هنشوفه مع بعض. هنا هو بيبدأ ب I، ياخد ضمير مي بمعنى يه، برضه مي بيضاف إلى المفعول به. هي الضمير بتاعه يبقى هم. شي ضمير المفعول به هير. إت يبقى إت. وي يبقى أس. وهنشوف معناهم واضح أوي هنا في الجمل، بإن هو باين إن هو معنى كل الحروف ضمائر الملكية بمعناها باللغة العربية اللي هتخش على الفعل وتغير معناه. زي تبقى زم. يو. جميع ضمائر المفعول به تأتي بعد الفعل، لازم نركز أوي في الجزئية دي، بتأتي بعد الفعل. هنضرب مثل بسيط بكلمة give، يعطي. يعطي. لما أجي أتكلم عن شخص بيتكلم عن نفسه، ضمير المتكلم أنا، يقول gave me، أعطاني. give me. give him، أعطاه. يبقى دي الهيه دخلت على كلمة الفعل يعطي فأدته معنى أعطاه. give her نفس الشيء. give us أعطانا. give them أعطاهم. give you أعطاك، أعطاكم. نلاحظ هنا إن هنا الفعل جاي الضمير اللي جاي مفعول به، جاي بمعنى إنه مفعول به، يعني وقع فعل الإعطاء عليه، عليها، علينا، عليهم، عليك أو عليكم، مفعول به. والمعنى واضح هنا بالضمائر إنها ما بتخش على الاسم بتجعل له هذا المعنى. ولتيسيرا عليكم بإذن الله تعالى أنا جمعت ضمائر الملكية وضمائر المفعول به في جدول بسيط يسر عليكم فهم واستيعاب ضمائر الملكية وضمائر المفعول به. واضح هنا ادي الضمائر اهي، انا، I، he، she، it، we، they، you. مع ضمير الملكية I اتكلم عن نفسه يقول my pen، my car. he يقول his car سيارته. she her سيارتها her car. its tails يعني ديل الحيوان. أو مع ضمير we ضمير المتكلم الجمع يقول our house، our car منزلنا، سيارتنا. they هم بمعنى يجي يتكلم عن ضمير ملكية للغائب هم، يقول their car سيارتهم، their house منزلهم. your زي ما قلنا your تيجي your name اسمك، your name اسمك، اسمكم، بيجوا قبل الاسم، ووضحتها مرة تانية هي كما ترون تأتي قبل الاسم. ضمائر الملكية تأتي قبل الاسم. ضمائر المفعول به بقى تيجي بعد الفعل. مي مع الضمير هم،
she تبقى her. it we us they them you يسهل استيعابهم ويسهل حفظهم، ويأتي ضمائر المفعول به بعد الفعل. لازم نركز قوي 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 على الجزئية دي. نضرب أمثلة بقى عشان نثبت الموضوع بطريقة أوضح وأيسر. نجد إن ضمير الملكية هنا my father gave me a book. أبي أعطاني كتاب. يبقى دي ضمير الملكية جه قبل الفاعل أو قبل الاسم، وضمير المفعول به gave me a book جه بعد الفعل. بعد الفعل أهو. his father والده ضمير الملكية جاء قبل الاسم، وضمير المفعول به جاء بعد الفعل. my father gives him a book أعطاه كتاب. نفس الشيء مع ضمير هي she لو هي غائب نقول her father والدها gave her أعطاها a book. ونلاحظ إن ضمير الملكية وضمير الغاء المفعول به مع ضمير she نجد إنه هو زي ما هو ما بيتغيرش. our father أبانا مجموعة بتتكلم عن نفسها، ضمير المتكلم الجمع بيقولوا our father gave us أعطانا a book. their father والدهم gave them a book أعطاهم كتاب. your father والدك أو والدك لو بخاطب مؤنث مفرد أو مجموعة بقول لهم your father أباكم gave you أعطاكم أو أعطاكي أو أعطاك a book. باين هنا إن ضمائر الملكية جت قبل الاسم، وضمائر المفعول به جاءت بعد الفعل، وجمعتهم في مثال عشان نشوف أهميتهم وهنلاحظهم وهنحتاجهم كتير أوي في عبارات والتعبير في اللغة الإنجليزية. مهمين جدا ضمائر الملكية وضمائر المفعول به. راجيا الاشتراك، راجيا المشاهدة، حتى تقفوا على الفرق بين ضمائر الملكية وضمائر المفعول به، وكذلك ما سبق شرحه من ضمائر أفعال المساعد. أفعال المساعد verb to be وverb to have وverb to do. أرجو مشاهدة وأرجو الاشتراك حتى يتم الوقوف على الفرق بين هذه الأفعال المساعدة وهذه الضمائر، لأنها مهمة جدا وهنحتاجها في اللغة وفي الأسئلة وفي النفي وفي التعبير عن الكلام وفي السؤال. وإن شاء الله بعد مشاركتكم ومشاهدتكم ستجدوا دروس أسهل وأفضل بكثير وتسهيل ومفاجآت كثيرة في شرح اللغة الإنجليزية، والتسهيل عليكم بإذن الله في فهم قواعدها، والتيسير عليكم سواء لأبنائنا الطلبة أو لكل من يرغب في تعلم اللغة الإنجليزية ببساطة وبيسر وبسهولة وبدون تطويل وإطالة، حتى لا يترتب ذلك عليكم مشقة وتعب. شاكرا لكم، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.